محمد بن موسى الخوارزمي. ولد العالم محمد بن موسى الخوارزمي عام 780 ميلاديا في العراق في العاصمة بغداد، ويشير البعض الآخر إلى أن اسم الخوارزمي يشير إلى أنه ولد في بلدة خوارزم الواقعة جنوب بحر آرل في آسيا الوسطى، ثم انتقل إلى العاصمة بغداد بعدها. والخوارزمي عالم رياضيات وفلك مسلم، ساهم في العديد من الإنجازات، ولكن من أكثر إنجازاته إشراقا هو إدخاله للأرقام الهندوسية العربية، وإدخاله لمفهوم علم الجبر في الرياضيات في الدول الأوروبية، حتى أن النسخة اللاتينية من اسمه واسم أشهر كتبه موجود في مصطلحات علم الجبر تيمنا به. نشأة وتعليم الخوارزمي. لا توجد معلومات كافية موثوقة حول نشأة الخوارزمي، إلا أنه نشأ في بغداد في عائلة فارسية، وعمل بفترة شبابه في دار الحكمة تحت خلافة الخليفة العباسي المأمون، إذ كان الخوارزمي ورفاقه من بني موسى من علماء دار الحكمة التي كان لها الأثر الكبير في ازدهار علمه. واشتهرت دار الحكمة آنذاك بترجمة الأطروحات والكتب العلمية والفلسفية، وبالأخص الكتب اليونانية الأصل ونشرها. وقد درس الخوارزمي ورفاقه في دار الحكمة علم الجبر والهندسة والفلك، وأهدى الخوارزمي أطروحتين في علم الجبر والفلك من تأليفه للخليفة المأمون الذي اهتم كثيرا بالعلم والعلماء. أهم إنجازات الخوارزمي. ساهم الخوارزمي في العديد من الإنجازات التي بنت العصر الحديث كما نعرفه الآن، وفيما يأتي أهم إنجازات عالم الرياضيات الخوارزمي في المجالات المختلفة. علم الحساب. ساهم الخوارزمي بالعديد من الإنجازات في مجال علم الحساب، ومنها ما يأتي. يعد خوارزمي أول من اخترع مفهوم اللوغاريتمات، أو ما يعرف بالخوارزميات، وهو العلم الذي يعمل على حل المسائل المعقدة المختلفة وما زال يستخدم للآن، ولذلك أطلق عليه البعض لقب جد علم الكمبيوتر. عرف الخوارزمي بأنه المسؤول عن تعريف حضارة الغرب بالأرقام العربية واستخدامهم ل9 أرقام، كما اخترع الخوارزمي رقم الصفر. عمل الخوارزمي العديد من التحسينات على نظرية وبناء الساعات الشمسية، حيث أنه وضع جداول لهذه الأجهزة حتى تختصر الوقت اللازم لإجراء حسابات معينة. كانت الساعات الشمسية الخاصة بالخوارزمي عالمية، أي أنها يمكن أن تستعمل في أي مكان على الأرض، ومنذ ذلك الوقت بدأ وضع الساعات الشمسية في المساجد للمساعدة على تحديد أوقات الصلوات الخمس. اخترع الخوارزمي في القرن التاسع آلة سميت بمربع الظل، والتي تعمل على تحديد الارتفاع الخطي للأجسام والرصد الزاوي لها. ساهم اختراع الخوارزمي للآلة الرباعية في تحديد الوقت عن طريق تحديد مكان الشمس والأقمار، وكانت هذه الآلة في ذلك الوقت ثاني أكثر آلة وأداة فلكية مستخدمة حينها. علم الجبر. كان للخوارزمي العديد من الإنجازات في مجال علم الجبر، ومنها 1000 أطروحات عديدة في علم الجبر. 4 كان من أهمها وأكثرها شهرة بين جميع أعماله هي أطروحة حساب الجبر والمقابلة، حيث أن هذه الأطروحة كانت بداية تعريف العالم في علم الجبر ومفهوم كلمة الجبر، وتعد هذه الأطروحة أول أطروحة تألفت في العالم تخص علم الجبر. ألف الخوارزمي كتابا سماه الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة، والذي ترجم إلى اللغة اللاتينية في القرن 12، ويتحدث به عن كل مما يلي: علم الجبر، وتعريفه وأهميته وقواعده واستخداماته المختلفة. كيفية استخدام علم الجبر في حل مشاكل الميراث المختلفة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. يحتوي هذا الكتاب على آثار من أعمال الرياضيات التي تعود للبابليين من خلال الأطروحات الهلنستية والعبرية والهندوسية. يشتمل الكتاب أيضا على حل المئات من المعادلات التربيعية وطرق تقسيم قطع الأراضي. علم المثلثات. ساهم الخوارزمي في إنجازات عديدة وقيمة في علم المثلثات، ومنها 7000 الجداول المثلثية التي تحتوي على معامل الجيب، والتي استخدمت لاحقا للمساعدة في تكوين معامل الظل. أتقن العالم الخوارزمي التمثيل الهندسي للمقاطع المخروطية، والذي أدى به إلى التوصل إلى مفهوم علم التفاضل.
علم الفلك كان للخوارزمي إنجازات واسعة في علم الفلك، ومنها ما يأتي: 4. ساهم في كتابة التقويم. عمل على حساب الموقع الصحيح والدقيق للشمس والقمر والكواكب المختلفة. ساهم في كتابة جداول الجيب والظل. عمل على علم الفلك الكروي وحساب الكسوف والخسوف ورؤية القمر. ألف كتاب السندهند في علم الفلك مع علماء آخرين. كتب الخوارزمي الجداول الفلكية اعتمادا على المصادر والمراجع اللاتينية والهندوسية، واشتملت هذه الجداول على جداول الجيب واستخدام دائرة نصف قطرها يساوي 150 وحدة، وقد ترجمت هذه الجداول إلى اللغة اللاتينية. كتب الخوارزمي عن الأبراج الفلكية التي تخص أشخاصا بارزين وقتها. علم الجغرافيا. ساهم الخوارزمي في علم الجغرافيا بالعديد من الإنجازات، ومنها: أعاد تنظيم وتصحيح أبحاث بطليموس في علم الجغرافيا باستخدام اكتشافاته وأبحاثه الخاصة. 1000 كتاب صراط الأرض الذي جمع أبحاث بطليموس، لكن للأسف لم يتم حفظ الخرائط الأصلية، إلا أن العلماء والباحثين تمكنوا من استعادة محتوى هذه الخرائط من خلال ملخصات الخوارزمي الموجودة. شارك في حساب خطوط العرض والطول للكرة الأرضية. عمل الخوارزمي على الإشراف على 70 عمل جغرافي في مشروع يهدف إلى رسم خريطة الأرض كما كانت معروفة آنذاك، وعندما ترجمت أعماله ونقلت إلى البلاد الأوروبية، كان لها الأثر الكبير في التطور الحضاري والعلمي للحياة في الغرب.